اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة كلامي موجه لكل ست مش عارفة قيمة جوزها ومش عارفة معنى التعب اللي هو بيتعبه. بقول لكل ست، لو جوزك مش مقصر في بيته ومش مخليكي شايلة هم حاجة، وبينزل وبيتعب وبيشتغل وبيجيب لك أكلك وشربك ومصاريفك وإيجارك ويعني مصاريف دروس ولادك، ومش مقصر في أي حاجة في ظل الأسعار اللي احنا فيها ديت، ومش مخليكي تعرفي يعني ايه شغل ويعني ايه مرمطة، وان انت تنزلي وتتبهدلي، ومكفيكي ومكفي بيته وعياله حتى لو بأقل الإمكانيات، بس مكفيه ومفيش حد ليه عنده جنيه وانت مش متمرمطة وما بتشتغليش. بجد الراجل دوت تبوسي ايده كل يوم، ولو تبوسي رجله برضك مش هتوفي حقه. بجد الغلاء اللي احنا فيه دوت والله العظيم الله يكون في عون اي راجل بيعمل المستحيل بره البيت، وتكون الزوجة مش عارفة عنه حاجة ولا بيجي يحكي علشان ما يحسسكيش بالنقص، ما يحسسكيش ان انتي ناقصك حاجة. بوسي ايده ورجله، لما يجي كافئيه، حطي له رجله في مية سخنة، حسسيه اللي انتي حاسة بيه، حاسة بالعرق اللي بيعرقه في الشغل. الجو فرهضة، لما جوزك يجي من الشغل ما تفتحيش بقك بنص كلمة معاه، ما تقولهوش ولادك عملوا اول ما يخش، ولادك سووا اول ما يخش، تعالى شوف يا بيه ابنك عمل ايه، تعالى شوف يا بيه بنتك عملت ايه، تعالى شوف. لا لا يا جماعة، مرفوض مرفوض. في الحر اصلا الواحد مش مستحمل فرهضة، ما بالك بقى حر وشقة وشغل وغلاء. خصوصا بقى لما تطلبي حاجة وهو جاي وهو مثلا شغال باليومية، بتبقى خلاص شكرا، اليومية اللي شقي بيها طول اليوم ضيعها اول ما جه البيت وعلى قلبه زي العسل والله العظيم. بجد الراجل دوت شابولي، واي ست جوزها كده في حياتها تحمد ربنا وتشكره على نعمه وفضله عليها، وعلى فتحة مفتاح جوزها اول ما يجي من الشغل. بجد نعمة كبيرة. ستات كتير قوي قوي مش حاسة بيها ان جوزها كل يوم يجي ويفتح باب البيت عليهم. الراجل اللي بجد اللي اول ما تفتحي بيفتح باب البيت كده عليكي، وبتلاقي ولاده بيحضنوه وبيجروا عليه يحضنوه، ومراته برضو بتجري عليه وتحضنه وبتقول له الحمد لله على السلامة، تعرفوا ان ده راجل قوي، راجل قوي في بيته، راجل قوي مع مراته ومعيشها ملكة زمانها، راجل قوي وحنين قوي مع عياله. في رجالة تانية مش هنتكلم عليهم في الفيديو دوت، اول ما بيفتح المفتاح كده العيال بيهربوا وبيعملوا نفسهم نايمين، مش هنتكلم عليه في الفيديو دوت، هنعمله فيديو مخصوص. النهاردة كلامي عن الراجل اللي عارف يعني ايه بيت، وعارف يعني ايه لازم اكفي بيتي، وعارف يعني ايه مسؤولية بيت وعيال. شابوه للراجل دوت، والله يكون في عونك وربنا يرزقك ويسعدك، ويا رب يعني يرزقك الخير كله من عنده، وما يحوجكش ابدا لاي حد، ولا يحوج بيتك وعيالك لاي حد، ويعينك ويقدرك على اللي انت فيه. وكل زوجة حسي بجوزك قوي في الحتة ديت، انتي في نعمة والله ما حاسة بيها، علشان هو بيجيب لك كل حاجة ومش مخليكي عايزة حاجة. لو اخر جنيه في جيبه وانتي طلبتي اي حاجة هيجيبها لك، وهو جاي ويقول بكرة ربنا هيفرجها. الزوج اللي زي دوت لازم تحافظي عليه وما تنكديش عليه والنبي، يعني حاولي كده ايه تسعديه وتفرفشيه وتحطي له عشا حلو، وتحطي له رجله في ميه سخنه وتنيميه باله مرتاح، علشان عنده بكره نفس اللي عمله النهارده، فربنا يعينه على حاله. وكل راجل مكفي بيته ومش محسس مراته بأي مسؤولية، ربنا يبارك لك ويرزقك الخير يا رب من حيث لا تحتسب. ربنا يرزقك بالحلال، علشان اللي بيأكل بيته حلال ربنا بيبارك له فيه بيته وفي عياله وفي مراته، ودايما بتبقى صايناه ومحافظة عليه في غيابه قبل وجوده،
ودايما بتقول جوزي مكفيني ومش مخليني عايزة حاجة. الله يبارك للست ديت ويبارك لجوزها، وأتمنى يا رب مفيش أبدا راجل يتكسر قدام عياله ومراته في الغلاء اللي احنا فيه دوت، ويعين كل واحد على حاله. والحمد لله احنا أفضل من ناس كتير جدا، ناس كتير جدا في بلاد كتيرة عايشة في مجاعة وعايشة حياة بجد مأساوية جدا. احنا في نعمة والحمد لله على كل حال. ربنا بيعيننا وبيقدرنا، واحنا عايشين ببركة ربنا وحياة ربنا، عايشين ببركة ربنا. استودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.